السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، وبنكمل مع بعض محتوى الويب دبلومة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم أول بقى سيشن على ال CSS. زي ما اتعلمنا في الجزء اللي فات في الدبلومة من ال HTML، إن أنا علشان أقدر إني أدرس اللغة دي كويس أبقى بروفيشنال فيها، فأنا لازم أعرف مجموعة حاجات عن اللغة دي قبل ما أعرف الكود بتاعها بيتكتب إزاي. فكنا قلنا في ال HTML احنا هنمشي بنفس السيستم في كل الكورس. فأول حاجة أنا محتاج أعرفها عن لغة ال CSS، اللغة بتاعتنا اسمها CSS Cascading Style Sheet. شيت من التنسيقات اللي أنا أقدر أعمل بيها فورمات للموقع بتاعي. أول حاجة محتاج أعرفها عن ال CSS why. ليه بدرس ال CSS؟ هستفيد إيه من دراستي للغة CSS؟ ال CSS هي اللغة المسؤولة عن إنها تعمل فورماتنج أو تنسيقات لل HTML. أنت دلوقتي في ال HTML حطيت صورة وحطيت كلام وحطيت عناوين وحطيت فيديو وحطيت كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها في ال HTML دي، بس شكلها مش مظبوط. الصور محتاج مقاساتها يتظبط، الكلام محتاج اللون بتاعه يتغير، الصفحة بتاعتي محتاج اعمل لها باك جراوند. في تنسيقات كتير عايز اعملها في الصفحة علشان يطلع شكل الموقع بتاعي احسن، عشان يبقى التصميم بتاعي افضل. مين يقدر يعمل ده؟ ال CSS. ال CSS هي اللغة اللي انا من خلالها هنسق صفحات ال HTML بتاعتي. انا قلت لكم مثال كده في الاول لما كنا بنعرف ايه اللغات اللي انا محتاج اعرفها في الجزء اللي يخص الويب ده، فكنت بقول لكم ان كانك بالظبط ال HTML ده اللغه اللي بترسم بيها رسمه، برسم بيها ورده مثلا، رسمت بس لكن ما لونتش ما نسقتش. CSS بقى هي اللي تنسق الرسمه اللي انت عملتها دي. يبقى ال HTML انا فقط برسم، انما ال CSS لغه من خلالها بقدر ان انا اعمل تنسيقات ال HTML او لصفحات ال HTML. يبقى ليه بدرس اللغة دي؟ بدرسها عشان انا عايز اتعلم ازاي انسق صفحات ال HTML. تاني حاجة عايز اتعلمها النهاردة وهو where. اكتب فين اللغة دي؟ هي اللغة دي لما احب اكتبها يا ترى هتتكتب فين؟ انا عندي هنا صفحة ال HTML اللي انا عملتها، بكتب فين بقى التنسيقات اللي انت قلتها دي؟ التنسيقات اللي انت عايز تكتبها بلغة ال HTML تقدر تكتبها في 3 أماكن في الصفحة. النهاردة هتعرف على أول مكان أقدر أكتب فيه لغة ال CSS دي. المكان الأولاني اللي تقدر تكتب فيه لغة ال CSS هو جوه الإليمنت أو العنصر اللي انت عايز تنسقه. يعني مثلا كان عندي div وعايز انسق الديف ده، انسقه ازاي؟ لو مثلا عندي input والinput ده عايز انسقه ازاي؟ لو عندي image والايمج دي عايز انسقها ازاي؟ لو انا عندي مثلا paragraph، لو عندي الباراجراف ده انسقه ازاي؟ لو انا عندي اي element HTML انسقه ازاي بلغة ال CSS دي؟ المكان الاولاني زي ما احنا قلنا، اول مكان internal. يعني ايه internal يعني داخل صفحة التصميم، جوه صفحة ال HTML بتاعتك. اول مكان اقدر اكتب فيه لغة ال CSS internal، البيج اللي انا بصمم فيها جوه صفحة ال HTML اللي انا بصمم فيها. فين بقى؟ فين؟ انا دلوقتي كتبت تنسيقات اهو، يا ترى هكتب فين ال CSS بتاعي؟ جوه الاليمنت نفسه. اول حاجة اقدر اعملها في الانترنال فايل او في الملف الداخلي ان انا اكتب inside. خليني اكتب English inside HTML element. اقدر اكتب الكلام ده
داخل عنصر ال HTML. فين برضو؟ انت لغايه دلوقتي ما قلتش. انت بتقول لي ان انا اقدر اكتب الكلام ده جوه صفحه التصميم بتاعي. وفين بقى جوه صفحه التصميم؟ جوه العنصر. فين جوه العنصر؟ هاجي هنا كده جوه الديف مثلا، وهروح اكتب بروبرتي او خاصيه اسمها ستايل. يعني ايه ستايل؟ ستايل يعني تنسيقات. وهنا هكتب السي اس اس لانجوج بتاعتي. لغه السي اس اس هتتكتب جوه الفاليو بتاعه الستايل. طب التنسيقات اللي انت كتبتها دي، اللغه اللي انت كتبتها دي للصفحه كلها؟ لا، انت كده بتعمل تنسيقات للديف بس. طب لو عايز انسق الانبوت، نفس الكلام، ستايل يساوي وبرضه نفس الكلام السي اس اس لانجوج بتاعتي. طب ولو انا عايز انسق الصوره، هاجي برضه اروح مزود كده ستايل يساوي وبرضه نفس الكلام السي اس اس لانجوج بتاعتي. لو انا عايز انسق الباراجراف، نفس الكلام، ستايل يساوي علامات تنصيص دبل كوتيشن واكتب السي اس اس لانجوج بتاعتي. يبقى اي عنصر عايز تنسقه في ال HTML، كل اللي انت محتاج تعمله ان بالطريقه الاولى انك تكتب كلمه ستايل يساوي والتنسيقات اللي احنا لسه ما اتعلمناهاش. انا خلي بالك كل ده ما قلتلكش ازاي تكتب، لسه ما اتعلمتش ازاي اكتب، انا كل ده بتعلم اكتب فين. يبقى النهارده اول مكان اتعلمنا ان احنا نقدر نكتب فيه لغه السي اس اس هو جوه صفحه ال HTML بتاعتي، داخل صفحه التصميم. فين؟ جوه العنصر اللي انت عايز تنسقه. وبكده تكون انتهت السيشن بتاعتنا النهاردة. أتمنى إن السيشن تكون كانت سهلة وبسيطة. لو حد عنده أي سؤال ما تترددش أبدا في إنك تكتب السؤال بتاعك في الكومنت، وأنا دايما موجود عشان أجاوب على كل استفساراتكم. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى بتاعنا يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين. شكرا جدا ليكم. كنت أنا معاكم أمير فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.